السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزك تركز معايا قوي في فيديو النهارده، لان فيديو النهارده مختلف جدا، حاجه انا ما عملتهاش قبل كده، وهحكي لك تجربتي وانا بنقل لك التجربه دي عشان تشوفها وتستفيد منها. كنت قاعد بقلب على بنترست عادي، لقيت الفيجوال ده ولقيت الفيجوال ده كمان وكمان لقيت الفيجوال ده، فعجبوني جدا وقلت يعني الالوان تحفه والفيجوال خطير، برسبكتيف جميل، اللو انجل مش عارف ايه الحاجات الطايره بتاع فل. قلت بس يا عم ده فيجوال بسيط. جيت في وقت كده كنت فاضي، قلت طب ما تعالى اجرب اعمل الفيجوال ده. والله انا كنت بقول ان الفيجوال ده ممكن ياخد معايا ساعة، الفيجوال ده قعد معايا حوالي 3 او 4 ساعات. ليه بقى؟ لان في اليمنتس كتير جدا، صياعته في البرسبكتيف والالوان بتاعته، وصعوبته في ان انت تجيب الاستوكات. وعشان كده بقول لك ان انت تشوف حاجة غير ان انت تطبق تماما. انت دلوقتي شفت الفيديو وانا حاطط لك في وصف الفيديو اللينك بتاع الاستوكات، شفت الفيديو وخلصت وقفلت، ما طبقتش ولا اكنك استفدت حاجه. طب لما تطبق هتكتشف حاجات كتير وانت شغال، هتسرع ايدك، هتمشي ايدك، هتظبط الالوان، في حاجه انت ممكن تعملها احسن مني، في حاجه انت ممكن تعدل عليها. عشان كده دايما بسيب لك لينك الصور. يعني هو الموضوع ان انا اقعد اجمع الاستوكات كلها تاني وارفعها عشان انت تستفيد. فالناس اللي ما بتطبقش صدقني انت ما بتعملش اي حاجه، والناس اللي بتطبق طبعا دي حاجه كويسه جدا. واستاذنك لو انت بتنزل الفيديو على اي سوشيال ميديا تعمل لي منشن، لان ده بيفرق معايا جدا. طيب المدخل كان عندي فين في الفيجوال وانا شغال؟ هنا في الباب، اصيع حته اللي مبني عليها المنظور كله، حته الباب. فلما دخلت على شاتر ستوك وكتبت له اوبن دور ايزوليتد، بدا يجيب لي استوكات كتير قريبه من الاستوكايه دي، فلقيت الاستوكايه دي حلو فحملتها. جه بعد كده الراجل اللي قاعد على السكيت ده، اخدت الصوره دي وديتها لعمه شات جي بي تي، قلت له وضعيه الجلوس دي اسمها ايه؟ فقال لي ان هي سكواتنج اون سكيت بورد. فدخلت على ايمج اف اكس وقلت له ان انا عايز لو انجل لشخص بيسكواد على سكيت بورد ويكون ماسك موبايل. فجاب لي الصوره دي وجاب لي الصوره دي، حلوين مش وحشين، ولكن الصوره اللي انا استقريت عليها هي الصوره دي، لانها جايه لو اكتر وشكلها حلو والموديل شكله كويس والصوره معمول لها ريتاتشنج كويس. هيجي الجزء اللي بعد كده، فكره ان انت تحلل وتفهم دي مش سهله، وهي دي اللي هتوصلك للنتيجه بسهوله. الفلور بقى، الخطوط اللي جايه مدياني برسبكتيف لجوه ده، فكل اللي انا هكتبه له ان انا محتاج ارضيه زرقاء، وتبدا تختار. ممكن حاجه زي دي تمشي معاك، هتقعد تجرب. انا اخترت الصوره دي واستقريت عليها وقلت ان هي هتمشي معايا. تعالى بقى كده نفتح البي اس دي سوا ونفتح حاجه حاجه نشوف ايه اللي انا عملته. اول حاجه انا جبت الارضيه دي عادي جدا، مسحت الابيض اللي فيها ده، وجيت وقفت هنا اخترت على الوارب واخترت ان هي تبقى ارك وخليتها -20 تبقى نازله لتحت كده، دي نفس دي، وغمقتها بس شويه، رفعتها فوق شويه، ما خليتهاش نازله كده، رفعتها فوق شويه، وعملت الباك جراوند بلون اغمق، وقمت جاي حاطط لير اغمق برضو اللي هي هنا دي، تمام. وقمت جاي ايه مديلها شادو اسود كده على الطروف عشان يبين لي ان ده مستوى اعلى من ده. ما هو المستوى اعلى من المستوى ما بتبانش غير بالشادو، فكده حسسك ان في حاجه في الوش ودي جايه فوقها. وبعد كده الفلور ده اديته كده براش بيضه من الطروف اللي قدام هناك عشان ينور الدنيا هناك. وجيت فتحت فري بيك، قلت له انا عايز مدينه سيتي، وخليت دي بي اس دي، فبدا يجيب لي دي. انا اخترت واحده من دول اللي هي دي، واخدت جزء منها حطيته عندي هنا. محتاجين نظبط الوانه بقى، لا ما ينفعش يبقى كده خالص. فاديت له هيو ساتيوريشن كلرايز للون الازرق، وقعدت بقى اظبط ليفلز. بعد كده اديت له كلر بالانس برضو ناحيه الازرق، وكيرفز كمان اوضح الشادوهات. وقمت مديله اكسبوجر من افتح الجزء اللي ايه اللي تحت ده، على اساس ان في اضاءه جايه منوره الارضيه من ورا ومنوره من فوق الجزء ايه المقابل للمباني ده. اللقطه اللي بعد كده الباب جبته من الاستوكايه دي وقصيته وعملت له وارب برضو نفس الارضيه بانجل -20، ورسمت الشادو بتاعه اهو عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. بعد كده حطيت مدينه ورا كده، وحطيت سما بالليل اللي هي الصوره دي. بص لما تيجي تبقى عايز تدمج سما مع مباني، بتقوم جاي مختار درجه فاتحه، وليكن مثلا درجه المباني الفاتحه دي، وتقوم جاي باداه الجريدينت ساحب كده لفوق، فيبدا ان هو يدمج لك السما مع المباني اكتر، لان ما ينفعش تبقى هنا دي غامقه قوي. فده اللي انا عملته، اديت لون فاتح هنا، وقمت جاي من فوق مدي اللون الاسود ده عشان يغمق لي من فوق ويفتح لي من تحت. طيب لو جينا شفنا الريفرنس، هتلاقي في نور كده منور
متطور قوي من ناحية الباب، فحبيت برضو ان انا اعمله. فجيت عملت فرشة بيضة عادية خالص نورمال، وجيت عملت فرشة زرقاء خليتها سكرين، ده تحت الباب. وجيت فوق الباب عملت فرشة بيضة اللي هو بس تنور لي الحواف بتاعة الباب. وبعدين جيت حطيت اللينس فلير ده، وحطيت الشعاع اللي هنا ده والشعاع اللي هنا ده، ودول كلهم اسمهم لينس فلير. لما تكتب مثلا بلو لينس فلير هيطلع لك حاجات كتير جدا هي نفس الحاجات دي اللي انا استخدمتها. طيب عايزين بقى نحط الموديل، فحطيت الموديل وخدت الشادو بتاعه من الصورة الاصلية، عملته مالتبلاي ولقيته اصفر قوي، فعملت له كلر بالانس كده ازرق واحمر، وايه قللت الاضاءة بتاعته شوية. شايف الدنيا هتبدأ تقول اهي. بعد كده التيكتس اللي طايرة دي جميلة برضو قوي، لو خدت بالك برضو هتلاقيها في الريفرنس حاجات شبهها. وفكرة ان انت بتاخد ريفرنس، انت ما بتاخدش الحاجة تيبيكال، انت بتاخد الوان معينة، منظور معين، باقي الحاجات انت بتعملها. فجيت كتبت في شاتر ستوك فاوتشر تيكت، وبدات اقلب، طلع لي دي، اخدت الجزء ده حطيته هنا، واخدت التيكت اللي فوق دي قلبتها حطيتها هنا، وعملت لها دبليكيت، وعملت الشادو بتاعها عن طريق مثلا ان انت هتاخد دي دبليكيت تعملها باللون الاسود. كل اللي انت هتعمله ان انت هتضغط شيفت وتسحبها كده لتحت، وبعد كده هتديها الجاوزيان بلور بتاعنا، وتقلل الاوباستي بتاعك وتنزلها تحت شويه، فيدي لك ان دي طايره كده. بعد كده بدات اكتب على التيكتس دي عشان برضو باللون الابيض مع الابيض اللي ورا ده يبقى فيه فكره في الموضوع، زائد ان هو بيكتب لك ان انت تلم مشاهدات تقريبا او حاجه عن طريق التيك توك، او تكسب فولورز، الحاجات دي كلها. فالمهم بدات ان انا اكتبهم عن طريق ان انت هتعمل تكست عادي، وبالوار بتبدا ان انت تظبطه على ابعاد الورقه، ودي هتعملها واحده واحده، دي هتاخد معاك وقت شويه. بعد كده حطيت ساين هنا، دي اسمها ريترو ساين. لما تيجي مثلا في فريبيك نكتب ريترو ساين، فهيبدا ان هو يطلع معاك حاجات كتير. انا جبتها من هنا، وبدات برضو ايه احط عليها تكست كده واديله اوت جلو بالشكل ده. جبت بقى الكور والحاجات اللي طايره دي حطيتها عندي هنا كده. طب دي جبتها منين؟ جبتها برضو من على شاتر ستوك، دي كده بيبقى اسمها والعياذ بالله كازينو. لما تسيرش بكازينو في فيكتورز هيبدا ان هو يطلع لك حاجات كتير، او تسيرش انترتينمنت او اي حاجه فيطلع لك الحاجات اللي هي كانت في فيلم الرئيس عمر حرب دي. ووزعتهم برضو بشكل كده يوزن التصميم عندي، لان انا عندي هنا الكتله راحه كده، فمحتاج برضو ان انا اوزنها هنا. طيب العلامتين بتوع الساين دول وزنوا الدنيا، بس الجزء اللي كان تحت ده فاضي، فعشان كده حطيت بتاعه الظهر والكوره دي. واخر حاجه خالص التكست زي ما انت شايف كده. فالدنيا لذيذه وجميله وجديد مختلف. انا صدقني اول مره اشتغل على حاجه زي دي. طبعا انا بنقل لك 4 ساعات في 10 دقايق تقريبا، ولكن الموضوع برضه ما بيبقاش بالسهوله دي من غير ما انت تطبق، فلازم ان انت تطبق. هسيب لك الاستوكات دي كلها في الفيديو. مثلا عملت البرسبكتيف كده، جرب انت تعمل البرسبكتيف كده، يعني بدل ما انا عملت الوارب كده اعمله لفوق، انا عملته -20، اعمله انت موجب 20، هتلاقي الكيرف جاي معاك لفوق كده، هيغير معاك ملامح التصميم خالص. فجرب ومشي ايدك وهتكتشف حاجات جديده، الاضاءات جديده، مش عارف ايه، الشادو بتاع. وبس كده. اتمنى تكون استفدت، واشوفك في فيديوهات جايه اقوى واقوى ان شاء الله. سلام.